معلوماتك بقى عن الانتقالات الصيفيه او التعاقدات اللي هتتم في موسم الانتقالات الصيفيه القادمه، ايه الانتقالات او ايه التعاقدات المهمه اللي هيعملها النادي الاهلي؟ دخلنا بقى في يعني الاسئله بقى المحرجه شويه. بص يا شيماء، يمكن النادي الاهلي عامل حاجه جميله جدا طبعا بقياده ثعلب الصفقات المهندس عادل القيعي، بادئ من دلوقتي يجهز ملف للصفقات الصيفيه علشان يتلاشى اخطاء الشتاء الحاليه، الميركاتو الشتوي. صحيح. خاصه ان المهندس عادل القيعي اشتغل في 10 ايام فقط. صحيح. المهندس عادل القيعي يمكن مجهز ملف ب8 لاعبين علشان حسام البدري يختار الافضل واللي هو محتاجه. يمكن على راس اللاعبين اللي النادي الاهلي حريص ان هو يتعاقد معاهم بنهايه الموسم حسين الشحات. حسين الشحات يمكن هقول لك سر يا شيماء، ان حسين الشحات سبب من اسباب موافقته انه يخرج للعين الاماراتي وعد صريح من محمد عبد السلام، وده متوقع، ده كان متوقع لكل الجمهور. وهو وعده قال له يمكن النادي اداك كتير وسبب شهرتك وقف معاك، فمن حق النادي يستفيد. انت هتطلع ال6 شهور دول النادي هياخد 10 مليون في نهايه السنه، احنا موافقين على بيعك للنادي الاهلي. ومن هنا خرج حسين الشحات، وبنهايه الموسم دوت هيكون حسين الشحات انا عارف انه هيكون عنده عروض قويه من الدوري الاماراتي أكيد. وعرض النادي الاهلي، لكن هو هدف للنادي الاهلي حسين الشحات. ده اللاعب رقم 1. اللاعب رقم 2 وهو واحد من افضل لاعبي الكره المصريه، واعتقد هو صلاح محسن القادم، نفس المفاوضات السخينه والاسعار الكبيره. واتمنى ان احنا من دلوقتي النادي الاهلي يبدا من دلوقتي يخلصوا. محمد مجدي قفشه لاعب دينامو، لاعب نادي انبي، لاعب وسط نادي انبي، وعلى فكره هو الخليفه الشرعي لعبد الله السعيد في الكره المصريه. لاعب قوي عنده رؤيه، بيلعب كبلاي ميكر، بيتحرك بسرعه، بيقدر يخترق، بيجي بوشه كويس قوي على المرمى، رجله يمكن سليمه جدا في حته الاسيست، واحد من افضل اللاعبين اللي بيصنعوا الهجمه اللي قدام محمد مجدي قفشه. وعايز اقول لك ان الزمالك حاطط محمد مجدي هدف رقم 1 صحيح. من الميركاتو الشتوي. احنا كنا بنتكلم في الموضوع ده فعلا. صحيح. فهيكون بقى الصراع على اللعيب دوت، وانا شايف ان اللعيب ده مش خساره فيها شيماء زي ما قلنا في صلاح محسن، مش خساره فيه ال 35 مليون جنيه. وعلى فكره النادي الاهلي بيملك حاليا عرض لصلاح محسن، ويمكن الكواليس دي تقدر تعرفها من المهندس عادل القيعي، ب 3 مليون يورو. صلاح محسن اللي لسه ما شاركش ولا دقيقه، فالنادي الاهلي بيملك عرض ب 3 مليون يورو، يعني قرابه ال 55 مليون جنيه، يعني كسبان الناس اللي بتقول 35 مليون جنيه، الاهلي لو باع بكره يكسب فيه 21 مليون جنيه. مجدي قفشه من اللعيبه المميزه ديت. عندك كمان الثلاثي عمر او الثلاثي عمر في خط الهجوم، عمرو مرعي، عمرو جمال، عمر السعيد. الثلاثي دوت هيختار كابتن حسام البدري واحد منهم لتدعيم خط هجوم النادي الاهلي. هل عودة عمرو جمال، هل الاستعانة بعمر السعيد مهاجم وادي دجلة المنتقل من الانتاج وهداف الدوري ب 12 هدف، ولا عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي المتاح التعاقد معاه في اي وقت في صفقة لن تتخطى 600,000 دولار. دوت بالنسبة لخط الهجوم. خليني برضه اقول لك بقى الازمة اللي انت كلمتيني عنها، خط الدفاع يا شيماء. الازمة الكبيرة، النادي الاهلي يمكن حاطط 4 لعيبة على خط التفاوض ان شاء الله بنهاية الموسم، لكن هقول لك 2 منهم بس، رامي صبري واحمد ثاني مدافع المقصة، وخلي الاثنين التانيين لان هيكون فيهم مدافع مفاجأة جدا هيعمل يمكن انتقال للنادي الاهلي هيعمل ثورة شوية، مدافع يمكن افضل مدافع في الكرة او في الدوري المصري حاليا. مش هقول لك بقى مين، انت عرفتيه خلاص طالما ابتسمت. لا عايزين نعرف مين يا شريف. لا خلاص هو الكل عرف. لا عايزين الكلام يطلع منك. ايه
كم؟ يعني اعتقد ان النادي الاهلي حاطط هدفه في خط الدفاع رقم 1 محمود متولي مدافع النادي الاسماعيلي، ورصد له مبلغ مبدئي 15 مليون جنيه لمحمود متولي، وهو الخيار الاول للنادي الاهلي، وانا اتمنى ان انا اشوفه بالفانيلا الحمراء. شكرا ليك الصحفي المتألق شريف جمعة او شريف